أسوأ موبايل من سامسونج في 2025 مش بيقدم أي ميزة في سعره، والعجيب إنه نازل بنفس سعر الاس 25 الترا ومواصفات أقل، نازل بنفس الشاشة، نفس السطوع، نفس التردد، وكمان نفس جودة الشاشة 2K، ونفس مقاومة المياه معيار IP68، ونفس المعالج سناب دراجون 8 إليت، ونفس مساحات التخزين لحد 512 جيجا، ونفس تصوير الفيديو 8K بالخلفية و4K بالسيلفي، بس عيب كبير جدا فيه وهو البطارية صغيرة جدا 3900 ملي أمبير مع شاحن صغير جدا 25 واط، مع سعر مبالغ فيه جدا لاقل نسخه 12 مع 256 جيجا وصلت $1100، والنسخه الاعلى 512 جيجا وصلت $1200. بس تصميم كاميرات مقبول، سمك اصغر 5.8 مللي، وزن افضل 163 جرام. كل ده هتلاقيه في سامسونج اس 25 ايدج جديد، ونازل بنفس الواجهه One UI 7 مع اندرويد 15 و7 تحديثات رسميه. واللي بقى ليه المراجعين مبهورين بيه، انا مش شايف اي ابهار فيه ولا يستحق الشراء، والافضل تشتري اس 25 الترا او البلس وتستفيد اكتر. مستني اعرف رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير لدعم المحتوى. يومك سعيد.